الكاتبة والمذيعة والإعلامية السعودية الشهيرة الأستاذة نادين البدير. عندها مواقف واضحة جدا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية. عندها مواقف أيضا تتعلق بالإصلاح داخل السعودية، ومواقف مختلفة كانت قد أثارت جدلا شديدا بسبب مقالتها الشهيرة أنا وأزواجي الأربعة. يعني حبت تصدم المجتمع مثلما تصدم الزوجة حينما يتزوج عليها زوجها. يعني عايزة تصدر فكرة الفزع من تعدد الزوجات عند الرجال، فكتبت هذه المقالة اللي أحدثت صدمة بالفعل وتحولت إلى ملاحقات قضائية. بعض المؤسسات الدينية طلبت باستتابتها، وبعض المحامين تقدموا ببلاغات ضدها اتهموها فيها بالدعوة إلى الفسق والفجور. أستاذة نادين البدير، أهلا بيكي. أهلا فيك، هلا أهلا. طيب، عايز أبدأ، مش هبدأ بالمقالة اللي أحدثت ضجة وجدلا، لكن عايز أبدأ بموضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه هذا الموضوع أصبح مثارا في مصر بشدة. ليس بسبب الصفحة الوهمية، وأنا بصفها أنها صفحة وهمية. في صفحة على النت تحدثت عن أنه جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هتنتشر في ربوع مصر، بالإضافة لبعض الحكايات اللي بدأت تثار حوالين. في بورسعيد مثلا قالوا في محلات الحلاقة اقتحم البعض عليهم صالونات الحلاقة وقالوا لهم ما تحلقوش دقون الرجال. كل هذه الحكايات أنا بعتبر أنه طالما لم نحققها بدقة هي ليست موجودة. لكن المشكلة ما بعد ذلك، أنه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت مثارة في مصر بشدة من قبل الأحزاب الإسلامية حتى التي اكتسحت الانتخابات. في تفسيرات مختلفة لها، لكن عندك أنت تحديدا موقف واضح من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية. كتاباتك عنها بتصدر الفزع أيضا، أنه مش إهانة المرأة فقط، بل المسألة يمكن أن تصل إلى حد الاعتداء والضرب، بل إلى حد القتل. هل يحدث ذلك؟ ايوه، يعني هي تثير الفزع كتاباتي، لانها هي اصلا يعني هيئه مفزعه وتثير الفزع ومارست جرائم كثيره. المساله تتعدى النزول للشوارع على شكل عصابات. انا بسميهم عصابات لانه شكلهم مثل العصابه. اول شيء، اللي ما يعرف، هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم جهاز يعني مهمتهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللفظ نفسه يعني مسماهم فضفاض. من يملك معيار المعروف ومن يملك معيار المنكر، وكيف تقدر تحدد انه هذا معروف وهذا منكر؟ هم يعني حتى لا يتبعون المنكر القرآني اللي موجود في القرآن، محاربة الفساد والغش ونشر الصدقات او مساعدة الفقراء. المنكر الذي يتبعونه هو المنكر المكتوب في كتب تفسيراتهم. أشياء سطحية جدا، تسطيح للمجتمع، ويتسبب هذا التسطيح بإهانة للمواطن. الأبسط الأعمال التي يقومون بها نزولهم للشوارع على شكل مجموعات تشبه، طبعا الكل يعرف الشرطة السوداء الدينية السوداء اللي ظهرت بأفغانستان، وهي كانت أفغانستان. نعم، وهي كانت نسخة من الهيئة الموجودة في السعودية، حاولوا يطبقوها في أفغانستان. مجموعة من الشيوخ لحاهم كثيفة، ترافقهم دائما شرطة أمن مسلحة، ويداهمون السوق فجأة أو الشارع ويفزعون العالم، يفزعون المواطنين. بسهولة ممكن يتطاولوا عليك بالصراخ، باللعنات، فضائح في السوق، لمجرد أنه حظك العسر أوقعك معهم. شكلك ما عجبهم، طريقة لحيتك، ثوبك طويل ثوبك قصير، خصلة من شعرك باينة للنساء، العباية حطتها على راس مو حطتها على الكتف، ويصير بس همك وانت ماشي في شوارع بلدك كيف تمشي وترجع بيتك سالم من غير ما تتعرض لإهانة ومن غير ما أحد يأذيك. طبعا هذه أبسط الأشياء، يعني كلنا تعرضنا لها. اللي يقول لك ما تعرض للهيئة في الشوارع أكيد ما عاش فترة طويلة من حياته في السعودية. كلنا تعرضنا لإهانات، الجميع. أنا بقول لك الجميع، حتى أكثر الناس تشددا في ملابسهم أكيد سمع له كلمة من مطوع.
لأنه في النهاية ما تعرف إيش طريقة اللبس اللي ممكن ترضي هذه المجموعة اللي داخلة تفزع المواطنين وداخلة بدون قوانين. هم لا يملكون قوانين، هم يملكون صلاحيات فقط، لديهم سلطة بدون قانون للتحكم بالناس والاعتداء عليهم. يعني المسألة